السلام البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ صباحكم مبروك. حكمه بديت لكم النهار ديالي من الصباح حتى العشيه، وقلت نشارك معكم اشنو كندير في الصباح. اول حاجه البنات غنجمع هذا السيجور هذا اللي صبح ليا الصراحه موسخ شويه. اول حاجه المساند الرسمي هو هذا اللي لان جيت غير كنمسح به. عندي انا هاد الثوب هذه ديال اونتيتاج، كنت بدلت البنات السيجور مشاركتوش معكم. هاد السيجور راه جديد الصراحه، صدق ليا غزال ما شاء الله. الكاليتي ديال الثوب ديالو واعره بزاف، غلفتو كامل زوين، وهذا اللون الملكي كيجي خطير خطير البنات في التفريشه. اول حاجه بديت بحال هكا كنمسح، غير هانتوما شوفوا اي بقعه كنمسحها دغيا كتحيد، دغيا البنات كتحيد. انت غير كندوز غير الا نجيت البقع كلهم كيحيدوا كما كانوا. طريقه اللي ساهله وزوينه وكتحيد حتى الغبره كيحيد. صافي وغادي ندوز سبيراتور دغيا حتى هي بحال هكا، دويزه حتى هي خفيفه. هادشي البنات ضروري في الصباح كنديرو، ضروري. اول حاجه كنبدا فيها هو هذا، كنبدا في الصالون وكنجي لهنا السيجور، عاد كندخل الكوزينه. صافي وغادي نرجع دابا، غنرجع المخيدات كل حاجه غادي نرجعها بلاصتها، وغادي نمسح الطبله حتى هي. بالنسبه للبنات لهاد المخيدات هادو كنت جبتهم انا معايا، ما لقيتش هاد يعني ما لقيتش الديزاين اللي بغيت انا، جبتهم معايا وهلموا ليا السيجور ديالي جو رائعين. جبت البيض وجبت بحال هكا في الخضر وفيه الدوغي. الدوغي يعني التصوير ما عطيش حقه، رائع جدا جدا، وجاو مع السيجور جاو فنين. خصوصا البنات هاد اللون هاد الخضر الملكي، اي لون دخلته معاه راه كيجي رائع جدا. اخر حاجه هي بطبيعه الحال التعطير. كنعطر هذا الورد هذا كيشد ليا فيه الرائحه فنه، وهذا المعطر البنات خطير ديال جيفانشي واعر واعر بزاف. صافي عطرت به كرمخاد وعطرت به الفراش، وغندوز دابا نشارك معكم الغدا اللي غادي نوجد. اول حاجه ندير الزعلوك، درت انا الدنجال والفلفله يتشوى في الاير فراير. كتشويهم بواحد الطريقه واعره بزاف، والله العظيم احسن من القريان، احسن من الفران اللي كياخذ واحد المده اللي طويله. هانتوما دغيا كتوجد ليا انا، خصوصا انا عندي الاير فراير زوينه، نوعيه زوينه دغيا البنات كتشوي ليا هادشي. واليوم غنطيب نوجد الغدا، غندير الحوت قلت نشاركو معكم. اليوم يا اختي تشهينا الحوت مقلي، شحال هذا الصراحه ما كليتو، انا كنت دايره على الريجيم، شحال هذا ما كليت المقليات، ولكن اليوم الصراحه غادي نقلي نقلي الحوت. تشهيتو قلت غنشاركو معكم، علاش لا. جبت الانواع ديال الحوت، عندنا هنا المارشي ما شاء الله كلشي الحوت اللي فيه موجود، الخيرات ديال الحوت. ايوا صافي، ايوا بقاو معايا البنات. صافي حيد الدنجال من الاير فراير، هانتوما شوفوا كيفاش كيجي رائع جدا بحال الشاويه في الفران ولا فوق البوطه ولا في الفاخر. هنا درت مطيشه قطعت جوجات، درت واحد 3 ضريسات ديال الثومه وشويه القزبر ومعدنوس. هنا درت الفلفله، تشهينا الفلفله وقلت حتى هي نديرها، كتجي البنات بحال قالياها. كندير شويه ديال البزار، التحميره كندير بزايد، وشويه ديال الملحه وزيت الزيتون. الكمون كنديرو اخر حاجه ملي كنطيب الزعلوك وكنطفي عليه، عاد كنزيد شويه ديال الكمون كيجي واعر بزاف ما تشبعوش منه. صافي دابا درت شويه زيت العود وغنحطو فوق البوطه، نخليها حتى لهاد المطيشه طيح مزيان. ساهل الزعلوك اللي كيوجد اخر دقيقه. هانتوما صافي وكنبدا نزيد عليه هاد الدنجال والفلفله اللي مشويين، كنخليه تشرب ديك القامه مزيان مزيان، كيجي معلك والله العظيم ما تشبعوش منه. صافي وكنبقى مره مره مقابله بحال كنحرك ونمعس بسباتيل
مره باش ما يتحرقش ليا من التحت. وهنا الفليفله هانتوما شوفوا كيفاش بدات كتشوى دغيا، كتشوى من الفوق. مره كنقلبها. وغندوز دابا نبدا نقلب في الحوت. بالنسبه للخلطه البنات اللي كندير في الحوت دائما كندير الفينو شويه الملح وشويه البزار فقط. صراحه كيجي بنين بزاف، يعني كاع ما كيحتاج بزاف ديال المقادير. هانتوما الكروفيط عندي هنا الميرلون الصغيره كتجي بنينه بزاف. هذا هو الغدا ديالي. وجدته ورافقته مع شلاضه ديال الخضره اللي فيها البروكولي والبطاطا والباربه وخيزو. كنفورهم وكنشحرهم مع شويه ديال الثومه القزبر وشويه البزار وشويه الملحه صافي وشويه زيت العود. وها الغديوه ديالي واجده. وهنا بغيت نشارك معكم واحد الحيله اللي درتها وصدقات ليا، وقلت علاش لا ما نشاركهاش مع البنات حتى هما يستافدوا منها. الا كان عندكم اي بارفان بحال كيكون فيه الديزاين زوين اوريجينال او اي بارفان عندكم، هانتوما انا حيدت له ديك الغليقه اللي فيه لداخل، حيدتها بحال غير بالقاط وكبيت فيها معطر ديال الفراش اللي الريحه ديالو فنه بزاف. وخليت ديك الفوقانيه هذيك البنات ما حيدتهاش، ماشي الغلقه هذه غير راس الفوقاني صافي. ودرت فيه هاد العويدات هادو عجباتني وقلت نشاركها معكم. حيله من الحيل زوينه وكتجي راقيه الصراحه. بحال هاد الحوايج بحال هادو تستغلوهم. هانتوما انا مشيت درتها في الصالون، درتها مع البخور والشميعه والمبيخره، جات رائعه جدا والله البنات. جات فنه. ومره كنقلب دوك العويدات راه كيبقاو عاطين الريحه كتحمق وديزاين زوين. كنتمنى الحيله ديالي تعجبكم. هنا وصلت العشيه وبغيت نشارك معكم العشيوه اللي درت جني واحد ديال الدجاج كيجيو فنين والفريت في الاير فراير. انا عندي الفلفله اللي كنت وجدت معكم كتجي واعره بزاف البنات في هادشي ديال المشاوي. عندي المطارد، عندي صلصه الصوجه، عندي الزعتر، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال البودره ديال القشور ديال الفلفله اللي وجدت معكم حتى هي مليحه، البزار، الثومه غبره وشويه ديال السودانيه اللي كتعطي واحد المذاق رائع لهاد الجنيوحت. غنخلط كلشي، غنزيد واحد شويه ديال الماء، ما غنديرش الزيت باش دوك العناصر كلهم يدخلوا في الجنيوحات وكيجيو لذاذ بزاف. ما تشبعوش منهم. هانتوما جنيوحات انا غاسلاهم ومنقياهم صافي وغادي نشرملهم في هاد الماريناد هادي وغنخليهم واحد الساعه باش يشربوها. يمكن لكم تخليوها حتى اكثر كما خليتو اي مشاوي في اي تتبيله كيعطي لذه في لذه. انا غادي نرقدهم ساعه وملي غادي دوز ديك الساعه غنزيد عليهم واحد شويه ديال الزيت العادي، ما كندير زيت الزيتون صافي وكندخلهم للاير فراير صافي. هانتوما شوفوا انا راه ترقدوا ليا وشربوا التتبيله مزيان. شوفوا غير يا اختي الشوفه راه كتشهي ما شاء الله صافي. وغادي نديرهم دابا في الاير فراير ونخليهم يطيبوا. كنديرهم انا على 200 درجه 180 200 درجه وكنخليهم يطيبوا على راحتهم. كيجيو مقرمشين وكيجيو طيبين من الداخل ومن برا. هانتوما هنا راه بدا كيطيبوا، غير بغيت نشارك معكم. وحتى الفريته البنات راني كنديرها بطاطا عاديه ما كنديرش ديال الكونجيلاتور، غير مره. هانتوما شوفوا هنايا راهم طابوا جاو رائعين جدا. هاد الفريت نقيتها وغسلتها مزيان حيت من النشا ودرتها غير في الماء طايب غير غليه طلعت عليها صافي. وعقبت نشفتها مزيان ودرتها في الاير فراير. نشيت عليها غير شويه ديال الزيت ماشي بزاف. وهانتوما شوفوا النتيجه راه كتجي رائعه وكتجي صحيه 100%. كنتمنى لا فيديو يعجبكم. تنساونيش البنات في اللايك والكومونتيرات الزوينين ديالكم اللي كيحفزوني. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.